ازيكم؟ يا رب تكونوا زي الفل زياده شويه. الفيديو بتاع النهارده الجزء الثالث من منتجات اول ما تلاقوها اشتروها وانتم مغمضين كمان، لان الفيديو بتاع النهارده انا بريكومند فيه كل البرودكت المصريه اللي جابت 10 من 10 ونجمه في اختباراتي وانا بجربها. فخلوني النهارده اكلمكم عن احسن البراندات اللي ممكن تشتروا منها حاجات وبجد سعرها احسن واقل كتير جدا من البراندات التانية، وبجد بتقدم كواليتي تاخد 10 من 10 ونجمه بجد. يلا بينا علشان انا معايا منتجات كتيره من كذا براند، فخلوني اكلمكم عنهم كلهم ان شاء الله في الفيديو ده. وطبعا لو انتوا عندكم اي براند جربتوا منه اي حاجه يا ريت تكتبوا لي في الكومنت عشان اعمل عليه سيرش على الانجريدينتس بتاعته واكلمكم عنه، او لو هو ناقصني اطلبه واجيبه واجربه واقول لكم ريفيو عنه، وتبقوا فدتوني وفدتوا ناس ثانيه بمنتج يكون سعره قليل وفي نفس الوقت نشجع اقتصاد بلدنا. فزي ما قلت لكم هنحاول ان منتجات اول ما تلاقوها تشتروها تبقى متلخصه في البرودكت المصريه فيما بعد، او العربيه عادي ما عندناش مشكله. Let's be start with ألو فيرا جل. بصوا ده من براند اسمه سوكا اورجانيك. اوكي، سوكا اورجانيك. البراند ده انا كنت كلمتكم قبل كده عن الزيت اللي هو بتاعهم ده، وهو براند مصري 100%، ودي احلى حاجه فيه. هو عامل جل صبار بنكهات كتيره، منهم ده بالليمون والنعناع، وفي كمان فيتامين سي، وفي اللي هو خام، وفي كمان بالرمان. المهم ان جل الصبار بتاعهم هو بجد بامانه ربنا تحفه، وسعره وحجمه ما يتصدقوش. يعني انا كنت بشتري ربع كيلو من براند مصري برضو، بس كان تقريبا ب 70 جنيه. تخيلوا ان ده نص كيلو باقل من 70 جنيه اعتقد لو عليه اوفر، لان هو سعره من غير اوفر تقريبا حوالي 75 جنيه. فانا بكلمكم في جل صبار يستخدم في الشيفنج بتاع البشره، ويستخدم في الشيفنج بتاع الجسم، بيستخدم بعد اي حرق او اي لسع مثلا واحنا بنطبخ بيتحط بعدها. وكمان هو من اكتشافات الفراعنه ان هو بيعالج اثار الجروح واثار الحروق، فانتوا تقدروا تعتمدوا عليه لو عندكم جرح تعالجوه، بس هياخد معاكم شويه وقت. ولكن هو من جل الصبار اللي بجد حلو جدا، وبينفعني قوي في مسقات الشعر، وخصوصا لما بضيف منه شويه على الحمام الكريم مع شويه زيت بيساعد شعري فعلا على انه يتفرد قوي قوي. فانا جربت كل الروائح بتاعتهم، كلهم احلى من بعض وبجد يستاهلوا ان انتوا تجربوهم، كفايه سعرهم مقابل حجمهم، فانهم مصريين اصلا. بما اني اتكلمت عن جل الصبار فخلوني اكلمكم عن الزيت بتاعهم. انا بحبه جدا، وانتوا تفتكروا انا اخر مره كلمتكم عن الزيت ده قلت لكم ان انا بطلب منه مش بالازازه ولا بالاتنين. انا اخر مره طالبه 6، بعد كده جبت 2، بعد كده خلصوا 2 فرميتهم، وعلى كده يعني ده مثلا اهو، ده هو باقي شويه صغيرين قوي، ممكن هبقى اشيل الستيكر ده واقول لكم باقي قد ايه. ومعايا الاتنين دول، ده مقفول وده بيستخدم حاليا. فهو من ألذ الزيوت اللي ممكن تستخدموها كليف ان دهان. حجمه 200 وحاجه ملي، 236 ملي. 236 ملي دي كميه كبيره جدا بجد، بتقعد معانا. يعني انا كنت عامله الريفيو عن الزيت ده الشتاء اللي فات، انا مستخدمه دي بقالي بالظبط سنه، وفتحت دي قريب. انا بستخدمه في ايه؟ بستخدمه زي ما قلت لكم كليف ان للشعر، بعد الشاور بحطه على شعري كليف ان، يعني دهان بيتساب على الشعر عادي. وكمان عشان هو في ريحه حلوه وبيرطب حلو، بحطه مثلا على حمام الكريم، بحطه على ماسك طبيعي عشان يرطب الشعرايه. طالما الحاجه دي هتتحط على طول الشعرايه بحط، لكن مش بعمل بيه حمام زيت للامانه. انا بستخدم حاجات تانية لحمام الزيت، ولكن هو خطير كليف ان للامانه. كمان انا جبت منهم سيروم هبقى اكلمكم عنه في فيديو تاني، او في الفيديو في اخر الفيديو ده لو في وقت. مينك، انا عارفه ان انا كلمتكم عنه قبل كده، بس مينك كمقابل السعر اللي هو بيديهولنا از ليف ان كريم يتحط على اطراف الشعرايه ياخد 10 من 10 ونجمه. ليه؟ لان هو سيليكون فري، وانا بحب اول الحاجات اللي ما فيهاش سيليكون، مع ان السيليكون مش ضار، بس هم واخدين بالهم من نقطه زي دي. التركيبه بتاعته كمان كريمي خفيفه قوي، ما فيهوش انجريدينتس كتيره، هو خفيف ولطيف على الشعر. لو عاوزين حاجه تجربوا فيها ملمس الكريم على شعركم هيليق ولا لا، هو مقابل سعره فهو بيقدم جوده عظيمه. انا جربت اللي هو بجوز الهند اللي هو ده، وجربت اللي هو ده، الاتنين حلوين قوي، بس انا حبيت ده اكتر. بعد كريم مينك هكلمكم عن ده للشعر. ده سبراي للشعر حلو قوي 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 للشعر، ريحته حلوه، مفيهوش كحول، يرطب الشعر لذيذ كده. ينفع تستخدموه مكان الميه، عارفين لما مثلا بيبقى عندنا بيبي هير من قدامه وعايزين ننيمه ونروح نبله ميه، ينفع نرش عليه البرفيوم ده ونسرح البيبي هير كده، بيبقى شكله حلو، بيدي ريحه حلوه قوي. الثلاث روايح دول حقيقي احلى من بعض، بستخدمهم في كل حاجه، وعشان ما فيهمش كحول وينفع يتحطوا على الشعر وبينفع للاطفال كمان. ساعات بستخدمه از بادي سبلاش كده وبينفعني قوي الصراحه.
في ميكس ما بين العطور، في فيتامينات مفيده للشعر وللجسم، في فيتامين اي وفي جليسرين، في ماده حافظه غذائيه وماء مكتر ولون غذائي عشان يديله لون. فهو معتمد اعتماد كلي على حاجات صالحه انها لو جت على الجلد او على الشعر مش هتضره. كفايه ما فيهوش كحول. بصوا اصلا الباكجينج عسول ازاي. لو هتسالوني على اكتر ريحه عجبتني فيهم فانا حاليا بستخدم الاتنين دول تحفه مش طبيعيين. هتسالوني على دي راحت فين، هقول لكم اختي اخدتها لانها عجبتها جدا بشكل مش طبيعي وكانت عجباني وطالعه من عيني، بس هي اصرت. فانا الثلاث روايح داخلين قلبي والثلاثه حلوين قوي وده 10 من 10 نجمه. بالمناسبه هي 125 مللي ب 125 جنيه، وجوه الاوفر اي ثينك بتبقى اقل من كده، وانا بتكلم على اسعار اخر سنه 2023 عشان لو حاجه غليت فيما بعد يعني وقت تصوير الفيديو كده. وده بيبقى شكل البوتل من جوه علشان لو هتشتروها ولا حاجه تبقوا متاكدين. هي بتبقى من تحت كده فيها زي محفوره لبره، ودي كده بتبقى بصوا بتزغلل شويه عشان بس لو في مضروب ولا حاجه. انا ما اعرفش الصراحه بس بحاول اقول لكم عشان لو هتشتروا. نفس البراند دي منزله حاجه اسمها ليب كيت. دي الليب كيت دي للشفايف مكونه من 4 حاجات هقوله لكم وهوريه لكم ايه هم ال4 دلوقتي. استخدمتهم على فكره في روتين اسبوعي وقلتوا لي ان انتوا عايزين تعرفوا معلومات اكتر عن الحاجات اللي انا استخدمتها. دي كانت الليب كيت اللي انا بستخدمها لشفايفي في الروتين الاسبوعي او الروتين الشهري على حسب انا هعمل الروتين امتى. اول حاجه فيهم هو الليب سكراب. ده الليب سكراب 10 جرام، كل حاجه منهم 10 جرام. هو فيه حبيبات صغيره وفي كمان كميه جل كده ومرطبات حلوه قوي. فهو في السكراب على السول، وانتوا كده كده بتعملوا سكراب بشكل حنين او جنتل شويه، فبجد بيشيل الجلد الميت وهيبقى حلو جدا جدا معاكم في الشتاء. تاني حاجه عملتها هي الليب ماسك بتاعهم، والليب ماسك بتاعهم ياخد بجد 10 من 10. ليه؟ لانه بيرطب حلو قوي، ترطيبه ناعم خفيف مش مليان زيوت ولا زبده ولا حاجات الشفايف مش بتقدر تمتصها. هو ناعم قوي ودي حاجه انا مستغرباها مش متعوده عليها. فانا بصراحه ادي للليب ماسك ده 10 من 10. ولو في حاجه هتخليني اشتري الليب كيت دي فهو الليب ماسك والليب بالم. الليب بالم بالمناسبه هي اللي مدياني اللون اللي على شفايفي دوت، ولو تقلته منها اللون بيروح على الاحمر، ولو تقلته سنه كمان بيروح على النبيتي. انا بس اللي بحب الدرجه تبقى في اللون ده. بالنسبه للليب بالم هي تعتبر تنت اكتر ما تعتبر ليب بالم. ده لوحده ترطيبه فوق المتوسط حاجه بسيطه، بس بما اننا في الشتاء فتبقوا محتاجين ان انتوا تميكس الاثنين دول مع بعض. لو حطيتوا من دوت طبقه كبيره او تقيله هيبقى ماسك، لو حطيتوا طبقه قليله اتعاملوا معاه معامله الليب بالم. رابع حاجه بقى وهي الليب فيلر، وده فيه نعناع كتير. بصراحه حسيت بالريزلت حاجه بسيطه في شفايفي تاني يوم مش في نفس الوقت. هل الريزلت بتاعته كبيره او اوفر؟ انا الحمد لله اصلا مش بحب الكبيره او الاوفر، هو بيديني نتيجه كده اللي هو الشفايف صحيه كده، شفايف بني ادمه عايشه. فدول الفور برودكت بتوع ايميليا. انا انصح اي حد بجد لو حابب ان هو يهتم بشفايفه يعملهم، لان كمان الليب سكراب بتاعهم مش قاسي على الشفايف، لانه مش بينصح ان الليب سكراب يبقى شديد على الشفايف. لو هتسالوني على سعر الليب كيت دي اي ثينك ان سعرها بيتراوح تقريبا في ال100 جنيه كده، فهي سعرها بجد حلو قوي. لو هتشتروا كل حاجه لوحدها من براند تاني ممكن اصلا كل حاجه توصل لل100 جنيه. فلا انا ارشح هذه الليب كيت وبجداره. بس كده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده، اتمنى تكونوا اتبسطتوا واستفدتوا. وزي ما قلت لكم لو عندكم اي براند مصري جربتوا منه اي حاجه عجبتكم اكتبوها لي في الكومنت، ان شاء الله هجربها واجيبها لكم في الجزء الرابع او الخامس من منتجات قبل ما تلاقوها اشتروها. باي باي.